الكرة بتلعب عالية تبعد، دليل واضح على أن علي عدنان أحد العناصر والأطراف المهمة جدا في تشكيلة الفريق الإيطالي أودينيزي. صف ملعب المباراة بتعود مرة أخرى لعلي عدنان، الاعتماد على الكرات العرضية، الاعتماد على الكرات الطويلة، الاعتماد على سرعة علي عدنان وتحركاته في هذا المكان، أمر واضح جدا. علي عدنان الكرة معاه بيحاول يرسل كرة عرضية، الكرة مرت من أمام الجميع وفكا من أن يتصدى لكرته اللي كانت يعني خطيرة هذه الكرة وهذه اللقطة. كرة بتعود في منتصف ملعب المباراة، التسديد من هذا المكان è stato ingannato il portiere da questo esterno perché non è stato deviato da nessuno, proprio molto bravo per convinzione e per qualità, coordinazione sulla palla. داخل الفضول وكأنه يقول كيف لدوس سانتوس أن يسجل وأنا لا أتحرك وأصنع. دي ناتالي يصنع الثاني في هذه الكرة اللي أساسا كانت رايحة في المرمى، لكن اللاعب اللي تابعها شوف التمريرة، يا سلام يا دي ناتالي والمتابعة. اللاعب علي عدنان اللي يظهر بمستوى ممتاز في هذا اللقاء. هذه كرة دي ناتالي اللي ضاعت، كرة بتلعب عالية، حارس المرمى فوق الجميع اليوناني يتصدى لكرته دانيلو لارانجيرا يرسل كرة للأمام. هذه انطلاق علي عدنان في الجهة اليسرى، بيحاول لمسة في منتصف ملعب المباراة، نقلة علي عدنان في الطرف الايسر. الله على الكرة العرضية الرائعة جدا، كرة عرضية رائعة جدا من علي عدنان لكن ضاعت. شوف العرضية المثالية جدا. ايدي نيلسون لكرة القدم تعطي من يعطيها. علي عدنان بيحاول في هذه الكرة العرضية لم تصل بالشكل الصحيح. ريكا ديكارلي الكولومبي، وبعد ذلك لعب في فترة من فترات مع نادي ستوديانتس دي لا بلاتا في الأرجنتين. لاعب طبعا لم يمثل منتخب لكن لاعب ممتاز. موسم ماضي مع نابولي 16 مباراة سجن الوقت لنادي نوفورا بأن يعود المباراة وبأن يعدل، ويجب على نادي أودينيزي بأن يكون أكثر حذرا في الدقائق القادمة من عمر هذه المباراة. حاول أن يمر، يتقدم مرور ممتاز وفرصة الثالث. الله، أودينيزي للمرة الثالثة شعروا بالخطر